لو ظهر لك فيديو على النت فيه موسيقى غريبة وكلام غريب، اقفله فورا وما ياخدكش الفضول، لان اللي ممكن يحصل لك بسببه مرعب جدا. ابطالي وبطلاتي، هلا والله، جهزوا نفسكم كويس وصلوا على النبي ويلا نبدأ. صاحب القصة بيحكي وبيقول: أنا مازن وعمري 19 سنة، والقصة دي لسه حاصلة معايا من فترة قريبة، من شهرين تقريبا. كنت قاعد لوحدي بالليل في البيت، أهلي كلهم كانوا نايمين وأنا الوحيد اللي كنت صاحي. المهم كنت قاعد بقلب في التليفون عادي، وفتحت تيك توك وكنت قاعد بقلب عليه شوية لحد ما وقفت عند فيديو. الفيديو ده كان غريب جدا، تحسه كده متسرب من الدارك ويب. كان في دمية بشعة جدا عمالة تظهر وتختفي في الفيديو، وكل ما تختفي بتظهر في مكان تاني، وكان في موسيقى في الخلفية ومعاها كلام غريب ومش مفهوم. فبعد ما شفت الفيديو حسيت بخنقة غريبة وزهق غير مبرر، مش عارف ده حصل لي ليه، ولكني اتشديت ان ادخل واشوف صاحب الحساب منزل ايه تاني. ولكني اتفاجئت ان تيك توك قفل الحساب ده دلوقتي، لان الحساب بينتهك ارشادات المجتمع. فاستغربت وقلت يعني ما كانش قادر يقفله قبل ما اشوف الفيديو البشع ده. وقعدت مع نفسي احاول اضيع مع الفيديوهات التانية، ولكني معرفتش. احساس الزهق والخنقه دي مش راضي يروح، فقمت ودخلت اخد دش ساقع يمكن افوق، وبالفعل عملت كده. ولكن الغريب وانا جوه بدا النور يرعش بشكل غريب، ما كنتش فاهم هو بيعمل ليه كده. فقفلت الميه ولسه هطلع اشوف فيه ايه، لقيته رجع واتظبط مره تانية. فشغلت الميه تاني وقلت اكمل الشاور بتاعي، ولكني وقتها بدات اسمع حاجات غريبه، صوت موسيقى وكلام مش مفهوم، حاجة كده زي اللي سمعتها في الفيديو. فقلت يمكن اخويا ولا حاجة هو اللي صحي من النوم ومسك تليفونه وظهر له الفيديو ده زي ما ظهر لي. ففضلت انادي واقول: احمد احمد انت اللي بره، ولكن محدش رد عليا. ناديت تاني وتالت وبرضه محدش رد عليا. فقلت لنفسي يمكن بيرد وانا اللي مش سامع من صوت المية. فقفلت المية وناديت تاني ورحت حطيت ودني عند الباب، وفجأة بدل ما اسمع حد بيرد لقيت باب الحمام بيترزع رزعة شديدة جدا، لدرجة ان صوتها كان هيخرم ودني. فاتخضيت وقلت مين، ولكن برضه محدش بيرد. فلبست بسرعة وطلعت اشوف مين اللي عمل كده، ولما طلعت وبصيت ما كانش في اي حد بره. فهنا بدأت احس بالرعب فعلا وما كنتش فاهم في ايه. فعلشان احس شوية بالامان خدت تليفوني ودخلت انام في الأوضة مع اخويا. وهنا بدأ الرعب اللي بجد. بعد ما دخلت الغرفة بشوية ولفيت وشي للحيطة علشان انام، سمعت باب الغرفة بيزيق وكأن حد بيزقه وبيفتحه علينا. فقمت بسرعة بص، لقيت الباب بيتهز فعلا ولكن محدش جنبه. فسميت الله وناديت وقلت: يا ماما انت اللي بره؟ طيب يا بابا؟ ولا حد رد عليا. فقمت ابص عليهم في اوضتهم، لقيتهم نايمين في سابع نومة. انا كان هين عليا وقتها صحيهم واعرفهم اني خايف، ولكن انا راجل وعندي 19 سنة، فلو عملت كده هيبقى شكلي وحش جدا، خصوصا ان دايما والدي وهو ماشي من البيت بيوصيني وبيقول لي انت الراجل مكاني. فما قدرتش اصحيهم وطلعت ودخلت على سريري وحطيت البطانية عليا وحاولت انام. ولكن برضو وقتها رجعت اسمع صوت الموسيقى والكلام الغريب. فوقتها خدت قرار ان هعمل مش واخد بالي لحد ما الليلة دي تعدي على خير. وفعلا ما بصيتش ابدا، سمع صوت الموسيقى والكلام وبرضه ما بصيتش، وبدأ يشتغل معاهم صوت الباب اللي بيزيق وبرضه ما لفتش ابص. ولكن من جوايا انا بموت من الرعب، لحد ما فجأة حصلت حاجة مرعبة وجديدة. سمعت صوت حد بيجري عندي في الأوضة، كان بيجري رايح جاي بسرعة جدا. حاولت اقاوم نفسي وقتها وما بصش، ولكني ما قدرتش، وقررت ان الف وشي واشوف ايه اللي بيحصل. ولفت وشي واتصدم، لقيت قدامي الدمية المرعبة اللي شفتها في الفيديو، كانت واقفة قدامي السرير عندي. المنظر قسما بالله كان مرعب. كانت واقفة قدامي السرير وعمالة تبص لي، وفجأة ضيرت وشها وبدأت تتحرك ناحية اخويا. راحت لحد عنده ووقفت قدامه وتبص له. هو كان نايم وقتها ومش حاسس بأي حاجة. أنا عايز أناديله وخايف يصحى على المنظر المرعب ده، ولكن الدمية بدأت تحط إيديها على راسه. ووقتها أحمد فتح عينه بسرعة، فلسه ههديه وأقول له ما تخافش، اترعبت من شكل عينه. عينه كانت كلها أبيض وبيبص لي بصة مرعبة جدا، وبدأ يقوم من على السرير. ووقتها الدمية وقعت على الأرض وكأن الجن اللي فيها أو الروح سابتها ودخلت في اخويا. فقلت له: احمد، ولا يا احمد
مالك فيك ايه؟ وهو ابدا ما بيردش، وقام من مكانه وبدأ يتحرك في اتجاهي، وانا ببلع ريقي بالعافية وبقول له مالك يا احمد. فقرب عليا ورفع ايده وضربني بالقلم وبدأ يضحك ضحكة مرعبة جدا. اخويا احمد اصغر مني ب3 سنين ومستحيل ابدا يعمل كده وهو في وعيه. وبدأ وقتها احمد يشيل كل حاجة ويحدفها عليا ويضحك، بقى يحدفني بالبراويز الازاز وبالكراسي وبكل حاجة، بكل حاجة كانت في الأوضة، وانا عمال اصرخ واقول له اهدى ونادي على اهلي، ولكن الولد ما كانش في وعيه تماما. فلما اهلي قاموا على صوتي ولقوه بيعمل كده اتصدموا جدا وفضلوا يقولوا له في ايه يا احمد انت بتعمل ليه كده، ولكنه اول ما لف وشه ليهم وشافوه اترعبوا. الولد شكل وشه بقى مرعب جدا وعينه كمان زي ما قلت لكم كلها بيضة. فوالدي لانه راجل مصلي ومطلع شوية عرف ان الولد ملبوس ومش حالة نفسية، وبدأ يقرأ عليه آية الكرسي وآيات تانية، وبالفعل بدأ أحمد وقتها يهدى شوية، ولكن شكله ما رجعش لطبيعته. هو كان بيبص لنا بغضب ولكنه مش قادر يعمل حاجة، وكأن الطاقة اللي جواه خلصت لما سمع القرآن. وبالفعل كان ده اللي حصل، لأنه بعد شوية رجع لنفس حالة الهياج اللي كان فيها، وأول ما والدي رجع يقرأ عليه القرآن بدأ يهدى تاني. فوالدي وقتها قال لي انزل هات الحبل من العربيه. فخدت بعضي ونزلت وانا رجلي عماله تلف حوالين بعضها من الخوف اللي جوايا، وجبت له الحبل فعلا وطلعت. فلقيت والدي بدا يكتف احمد، وبعد ما خلص بص لي وقال لي تعالى معايا. فقلت له هنروح فين؟ قال لي للشيخ عبد الرحمن. الشيخ عبد الرحمن ده راجل في كفر جنبنا والناس كلها بتشهد له ان راجل كويس وعلاجه بالقرآن. فرحنا له وفضلنا نخبط عليه لان الساعة وقتها كانت معدية 2 بالليل. الراجل يا عيني قام وهو مش فايق وفتح لنا وقال لوالدي وأمرني. وقبل ما والدي يرد الشيخ شاف احمد في العربيه فقال لنا هاتوه. دخلنا احمد وكان عمال يصرخ ويزعق بشكل مرعب. فالشيخ قال لنا ايه اللي وصله للحاله دي؟ فوالدي قال له انا قمت لقيته في الحاله دي لوحده. فقال له الشيخ مستحيل. فرديت انا وقلت للشيخ على كل اللي حصل، اني شفت فيديو على النت في دميه غريبه وموسيقى وكلام مش مفهوم، ومن بعديها بدأ يحصل كده. فالشيخ استغرب وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، الشر اتطور. فقلنا له ليه قلت كده؟ قال لنا لانكم اترمى عليكم تعويذه من الفيديو ده، يعني بدل ما كانت بتتعمل عند الدجال بقت ممكن تترمى في فيديو بالمنظر ده. عموما ان شاء الله خير، لان ما دام الموضوع ما فيهوش اي حاجه من اقطاركم ان شاء الله سهل. وقصده هنا ما دام التعويذه مش معموله على اي حاجه من لبسنا مثلا هتبقى سهله. وبالفعل بدا الشيخ يقرا الرقيه الشرعيه على احمد، وكان وهو بيقرا بيرش عليه ميه مقروء عليها قران. ووقتها بدا احمد يرجع ويبقى طبيعي. ولما فاق ما كانش عارف ايه اللي جابه هنا ولا فاكر اي حاجه اصلا. بعد ما احمد فاق الشيخ حمد ربنا وامرنا بحاجه، امرنا اننا نحافظ على الصلوات في وقتها وقراءه الاذكار عند الفجر وعند المغرب علشان الموقف ده ما يتكررش تاني. وبالفعل طول الشهرين دول واحنا منتظمين والحمد لله ما حصلش معانا اي جديد. فربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. وبس كده.